طعمه تحفة. بتعيطي ليه يا ماما؟ اتخانقتي في السوق ولا ايه؟ ماشي، وايه المشكلة يعني؟ دي حاجة تخليكي تعيطي؟ لا اصل انا لسه بفتح كده راحت وقعت مني وانا بحبها. ولا تزعلي نفسك يا ماما، انا هنزل اجيب لك زبادي غير اللي وقع منك ده. ايه ده؟ انت ايه اللي رجعك؟ يعني انت يا ماما مش سامعه ان في قطه على السلم؟ يعني يا رب لو فريده دي كانت بطه مش كانت احسن؟ على الاقل كنت ذبحتها وعملت عليها خلة محشي. بطه ومحشي؟ بطه بس ما نزلش في قطه على السلم. وبعدين بقى في البتاع اللي مش عايز يمسك نفسه ده، انا بشوفه على طول في التلفزيون بيقعد يرقص كده وتوم وجيري يقعدوا يلعبوا بيه، انما كده ده سير خالص. ست ظريفة، انت لازم بقى يا ست تشوفي لك حل في البتاع ده، مش عايز يجمد زي اللي انت عملتيها قبل كده. يا ام الكلب، والليلة دلوقتي بقى لو قلتيلي يا ام الكلب تاني. ما انت بتنرفزيني. هو البتاع اللي معاك ده اسمه ايه؟ اسمه الجيل. والجيل ده بناكله ساقع ولا سخن؟ ساقع يا ست ظريفة. يبقى لازم نحطه فين يا ام مخ تخين؟ نحطه في الطبق يا ست. في التلاجة يا ام مخ متلخبط انت. في التلاجة عشان كده يا ست بيبقى ساقع. فهمت. يلا بقى روح. جات لي حتة فكرة ايه؟ تدخلي معايا تحدي بالجيلي ده، تقومي تظبطيه وتقدميه بشكل حلو، وانا كمان هعمل نوع تاني بشكل تاني بطعم تاني واقدمه واظبطه، ونشوف بتاع مين فينا اللي هيبقى احسن من التاني. تصدقي فكرة حلوة. وانا اللي هحكم ما بينكم، وانا كمان هدوق معاكم، ده انا جالس في الدوقان. وانا كمان هدوق البتاع ده واحكم ما بينكم واشوف مين فيكم هتعمل البتاع اللي ما بيجمدش ده احسن من التاني. طب يلا بقى يا جماعه عشان ما نضيعش وقت. ده عملوا فعلا اكبر جيلي شفته في حياتي. عملوها الابطال، عملوها الوحوش.
يلا ابتدي انت يا عمر. واو واو طعمه تحفة. اتفضلي. دوقيني انت بقى يا ماما. امسك يا عمر. هاي يا عمر. هو ماله ده؟ تلاقيه عايز تاني، انا عارفه الحركات دي. امسكي يا فريده. واو طعمه جنن، طعمه حلو قوي. اتفضلي. دوقيني انت بقى يا ماما. امسكي دوقي يا فريد. ها يا فريدة. هو كل اللي يدوق الجيلي بتاعك ده يا ستي بيسكت ليه؟ دوقيني كده. امسكي دوقي. هو ايه ده؟ هو في ايه بالظبط؟ هاتي كده لما ادوق. ايه ده؟ هو طعمه كده ليه؟ ايه ده؟ في ايه مالك؟ وانت حطيت ايه على الجيلي ده؟ ولا حاجة، فضيت باكوات الجيلي في المية وبعد كده حطيتها على النار وبعد كده حطيتها في الطبق في التلاجة. ثانية كده، هو انت ما حطيتيش سكر؟ ايه ده؟ هو بيتحط عليه سكر؟ يا لهوي، من غير سكر؟ قولوا لها انتوا بقى الجيلي بيتحط عليه ايه؟ ما تنسوش اعملوا لايك للجيلي بتاعي او النوع اللي انتوا حبيتوه. وانتهت حلقتنا ووصلنا لميعاد السؤال. سؤال حلقة النهاردة، يا ترى فريدة كانت بتاكل ايه في أول الفيديو؟ وكمان قولولي حبيتوا جيلي المانجا أكتر ولا جيلي الفراولة؟ وأي نوع بتفضلوه؟ أنا دلوقتي بشكر أصدقائنا فاطمة عمار وسارة أحمد وإنجي رمزي وأسامة مصطفى ولولا نبيل. ما تنسوش اشتركوا في القناة عشان تنضموا لعائلتنا الكبيرة وتبقوا ملايين صغيرين واعملوا لايك ونشوفكم بخير. طعمه جميل. طعمه جامد أوي. يحيى الله.